بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة السبت 22 إبريل 2023، وإليكم الأخبار. النهاردة عندنا أخبار كتير. النهاردة طبعا الأهلي هيلتقي مع الرجاء المغربي في تمام 9 مساء على استاد القاهرة الدولي. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن تفاصيل التمرين الأخير للنادي الأهلي قبل مباراة الرجاء، والتشكيل الأقرب للنادي الأهلي، وتعليمات خاصة من كولر للشناوي وتحذيرات للشناوي بخصوص المران الأخير للنادي الأهلي. مارسيال كولر عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران للحديث عن مباراة الرجاء المغربي والتركيز على المنافسة المحلية كعادة الفريق. خاض لاعبي النادي الأهلي تدريبات بدنية مع بداية فقرات الميران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق وأندرياس مخطط الأحمال. ميشيل يانكون قاد تدريبات حراس المرمى لرباعي حراسة المرمى في النادي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحازم جمال في تدريبات فنية وبدنية متنوعة قبل أن ينتظموا في تدريبات الكرة الجماعية. مارسيال كولر اجتمع مع جهازه المعاون على هامش الميران لبحث بعض الترتيبات الخاصة للفترة القادمة. أما عن التشكيل الأقرب لمباراة الرجاء، فالشحات وتاو هما الأقرب لقيادة أجنحة الأهلي أمام الرجاء. اقترب الثنائي حسين الشحات وبيرس تاو من قيادة جناحي فريقهما في مباراته أمام الرجاء المغربي النهاردة السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. الفترة الأخيرة شهدت تألق حسين الشحات وبيرس تاو، بخلاف ان هما الأجهز للعب أساسيا مع عودة عبد القادر من الإصابة وقلة خبرة محمد الضاوي كريستو التونسي. مارسيال كولر قال في المؤتمر الصحفي ان الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الرجاء، وقال ان الرجاء بيضم مجموعة مميزة من اللاعبين اصحاب المهارات، وان المباراة صعبة، خاصة ان الفريق المغربي تصدر مجموعته في دور المجموعات وبيسعى لتحقيق افضل نتيجة له في مباراة الذهاب. واشار كولر الى ان الرجاء بيمتلك قوة هجومية كبيرة، وانه شاهد مباريات كتيرة ليهم في الفترة اللي فاتت، وبيأمل ان التوفيق يكون حليف الفريق في المباراة وان يحقق الفريق هدفه ويسعد الجماهير. وقال ان الكرة المغربية شهدت طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفي تطور ملحوظ خاصة بعد كأس العالم الأخيرة والنتائج اللي حققها المنتخب المغربي. وأكد كولر على سعادته بوجود الجماهير والتواجد الجماهيري المنتظر في مباراة اليوم، مؤكدا انهم هيكونوا داعمين للفريق بكل قوة كما حدث في مباراة الهلال، وانه بيتطلع لعودتهم لمنازلهم سعداء وان يحقق الفريق هدفه من المباراة. وقال انه لا يعتقد ان الغيابات في الرجاء ستكون مؤثرة، واخر مباراة خاضها الفريق المغربي الجهاز الفني للفريق المغربي حرص على إراحة اكتر من لاعب، وهو ما يؤكد جاهزيتهم، ونفس الامر بينطبق على النادي الاهلي من حيث الجاهزية والتحضير الجيد. أما عن تحذيرات مارسيال كولر لمحمد الشناوي، فوجه كولر المدير الفني للنادي الأهلي لمحمد الشناوي بعض التعليمات والتحذيرات الخاصة لمحمد الشناوي حارس وقائد الفريق،
قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. طالب كولر الشناوي بضرورة الهدوء أمام الرجاء والابتعاد عن العصبية مثلما حدث في مباراة سموحة الماضية بالدوري المصري. كما شدد كولر وحذر الشناوي من الدخول في أي مناوشات مع لاعبي الرجاء المغربي وكذلك الحكام خلال المباراة، خاصة إن المواجهة ستكون مشحونة بين الفريقين. كان الشناوي تعرض للطرد أمام نادي سموحة يوم الاثنين الماضي في الدوري المصري بعد ضربه لأحمد حكم مدافع الفريق السكندري بدون كرة. أما عن قائمة المستبعدين من مباراة الأهلي والرجاء، فمصدر بيكشف إن في 4 مستبعدين من قائمة الأهلي أمام الرجاء وسافيو أبرزهم. كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أسماء المستبعدين من قائمة الفريق في المباراة المرتقبة ضد الرجاء المغربي، واللي هتجمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال المصدر في تصريحات خاصة إن المدير الفني السويسري مارسيال كولر استقر على استبعاد الرباعي برونو سافيو ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا والحارس حمزة علاء من قائمة الأهلي لمواجهة الرجاء. وأوضح المصدر إن كولر ما زال يدرس مصير بعض اللاعبين الآخرين من الاستعانة بخدماتهم خلال مباراة الرجاء أو إبعادهم عن قائمة اللقاء، خاصة في ظل اعتماده على مجموعة معينة من اللاعبين خلال الفترة الماضية. الأهلي هيفقد خدمات بعض لاعبيه خلال مباراة الرجاء اليوم، على رأسهم المدافع رامي ربيعة بالإضافة للجناح التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو، وذلك بداعي الإصابة.